يستغلك. ما تخليش حد يستغلك، يستغل طيبتك، يستغل وقتك، يستغل حياتك، يستغل موهبتك، يستغل اي حاجة فيك. في ناس بتبقى اسمهم مصاصين الطاقة، بيبقى هو بيستهوى جدا انه مثلا لو انت حد فرفوش وبتهزر وبتتكلم كتير ولذيذ في الكلام وكده، كل ما يبقى متضايق يقولك تعالى انا عايز اشوفك. هو بيكون متضايق فبيبقى عايز يستغل طاقتك الإيجابية. لغاية هنا وتمام، احنا أصدقاء وبنساعد بعض ومفيش مشكلة. تعالى انت يوم ما تتضايق وتكلمه، هل هو هينزل هيعمل لك سبورت؟ هل هو هينزل هيقدر يديلك الطاقة الإيجابية اللي انت كنت بتديها له؟ لو هو أصلا شخصية سلبية ده مش هيحصل. فخلينا نحاول ما نخليش حد يستغلنا، ومش حد بس. السوشيال ميديا بيستغلك، بيستغل وقتك. السوشيال ميديا بيسرق وقتك كله. انت وانت قاعد تقلب في الموبايلز قاعد بتقلب في الموبايل على السوشيال ميديا كلها، ما بين فيسبوك، واتساب، تيك توك، سناب شات، كل ده قاعد بتقلب انت وقتك فعليا بيتسرق. انت طول اليوم قاعد بتقلب على السوشيال ميديا في كل الابليكيشنز عشان تلاقي حاجه تسليك، عشان تلاقي حاجه تضيع وقتك فيها. انا لما الاقي حد ماسك الموبايل يقول لي انا بضيع وقت. ليه بتضيع وقتك؟ ممكن تستفيد او ممكن تعمل وقت للسوشيال ميديا في حياتك تستفيد منه، تفتح القنوات او الناس اللي بتتكلم في حاجات مفيده، في الناس اللي هي بتحاول ان هي فيها طاقة إيجابية، فيها موتيفيشن، بتحاول تشجعك إنك تعمل حاجة، بتحاول تديلك فكرة. في على التيك توك ناس لذيذة جدا بتدي أفكار مشاريع وأفكار شغل وأفكار حاجات تعملها في البيت لنفسك. الحاجات دي ما بعتبرهاش تضييع وقت، لأن هي حاجات بتبقى لطيفة جدا. مش عايزة أقول ومش عايزة أبقى يعني جد قوي وأقول لك خليها كلها حاجات جد وكلها علم وكده، أبدا إطلاقا. بس حاول أنت اللي تسيطر على وقتك، مش وقتك هو اللي بيسيطر عليك، مش السوشيال ميديا هي اللي بتسيطر عليك. انت لازم تبقى عارف ان في وقت معين، مثلا الوقت اللي انت عايز تو ريفرش دماغك شويه، عايز انك انت تفصل، جاي من الشغل وتعبان فقاعد بتقلب في السوشيال ميديا، بس ما تقعدش تقلب مثلا من الساعه مثلا 9 بالليل تلاقي الساعه 2 3 الصبح. انت بتضيع حياتك، بتضيع عمرك، وبتضيع ساعات كتير جدا ممكن تستفيد بيها ولو بالراحه. يعني فعلا برضو الناس عشان تقعد تقولي انت يعني ما هو ساعه لقلبك وساعه لعقلك وكده، ماشي، انا يعني ده ما فيهوش مشكله خلاص، يعني علميا وتربويا ونفسيا ما فيهوش اي مشكله. مشكله ان انا اسيب نفسي، مش مشكله ان انا اخلي السوشيال ميديا يستغلني. والناس اللي شغاله وقائمه على السوشيال ميديا كلهم بيستغلوا الناس اللي قاعده قدام السوشيال ميديا 24 ساعه. نحاول ان احنا نعمل وقت للسوشيال ميديا، نحاول ان احنا على الاقل لو بقعد 3-4 ساعات مثلا طول اليوم على السوشيال ميديا، اطلع بشويه معلومات في حياتي عشان ما احسش ان الوقت ده حقيقي وقت مهدر ووقت ضايع ونندم عليه بعد كده.